واش الخوت كنتمنى تكونوا على خير وبخير. بغيت نهضر على اهميه لونطريما في رمضان. كاين واحد النوع ديال الناس اللي باغا تعرف واش باغا تريني قبل ولا بعد. بالنسبه ليا انا عندك شهر واحد اللي الله سبحانه وتعالى دار لك فيه الصيام. عارفين بزاف ديال الناس خصهم يصوموا بلا رمضان على الاقل يومين ولا يدير الصيام المتقطع. بالنسبه للناس اللي كتسائل على انه واش خصو يتريني قبل ولا بعد، اهم حاجه في الصيام هو صحتك. يعني انت الا كنتي كتستعمل لي كومبليمون، كنتي كدير بزاف ديال الماكله اللي طالعه في لي كالوري، في هذا الشهر هذا غادي يعاونك باش تنقي لو كور ديالك وتريكوبيريه، باش بحال اللي تنقولوا كتهدنو باش يساعد ويتهيئ للمحسن ان شاء الله. يعني انت خصك تفكر انك تريني وتاكل ماكله صحيه، وتنسى على انك انت في هذاك الشهر بلا راك غادي خصك تزاد ولا ما غاديش تزاد. لان اصلا الا كنتي انت طبيعي، راه الطبيعي ما كيتزادش بالسيمانه ولا كيتزاد بواحد الوتيره اللي ضعيفه. وبالنسبه للناس اللي كدير لي كومبليمون، كتستعمل لي كومبليمون، خصها تحبس في داك الشهر لي كومبليمون، لان الصيام هو الديتوكس ديال لوكور ديالنا، يعني تنقيه ديال الذات. يعني ما خصكش تحتاج دير داكشي اصلا، وخصك تخوي راسك من انك انت واش غادي تزاد ولا ما تزادش. الا حافظتي غير ديك على الكتله العضليه، الا حافظتي غير عليها، هذيك هي اهم حاجه. وحافظتي على الصحه ديالك من الداخل، هذيك هي اهم حاجه في الصيام. يعني انت ما خصكش تفكر واش من بعد ولا قبل. حاول تريني بطريقه حتى هي صحيه. يعني تريني واخا تريني قبل، الا ترينيتي غير 45 دقيقه قبل وكليتي واحد وجبه الافطار طالعه شويه في لي كالوري، راك كتحافظ على الوزن ديالك وعلى الكتله العضليه ديالك. يعني والشهر انه راه دايز، يعني شهر راه تقدر كاين شحال من واحد مثلا من غير رمضان شهر راه ما كيتزادش فيه، يعني واخا يدخل اللي دخل ما غاديش يتزاد فيه. يعني الا فكرتي بهذه الطريقه هذه غادي تخربق حتى النظام اللي غادي عليه. بالنسبه للناس اللي كتريني وبغات تطيح الوزن، اهم حاجه هي انك تريني قبل الفطور. واهم حاجه في الصيام ولا في رمضان هو اللي صالح للوكور ديالك باش انك تطيح. غير هو من تبغي تفطر ما خصكش تاكل ماكله غير صحيه، لاننا عارفين حنا في البلاد ديالنا ولا في المغرب باللي كاينين بزاف ديال الناس، تقريبا العائلات كاملين مثلا في وجبه الافطار كيدخلوا ماكله غير صحيه. يعني احنا عارفين بان النفس ديالنا ولا الشهوه ديالنا في الغريزه ديال الماكله ما كنتحكموش فيها. يعني هذه من اساسيات ديال الحوايج اللي غتخليك اصلا تزيد قدام، يعني التحكم في الغرائز ديالك. واهم غريزه واكبر غريزه هي غريزه الماكله. هاد الناس اللي كتريني والناس اللي ما كترينيش. بالنسبه للناس اللي كتريني راه غيقدر يتحكم. كاين الناس اللي ما كترينيش كيصوم نهار كامل وكيحاول انه مثلا اللوكور ديالو كينقيه، ولكن ما كيجي في وجبه الافطار كياكل ماكله اللي غير صحيه وماكله غير متنوعه، يعني بواحد الدرجه اللي كبيره. يعني هما داكشي اللي ما كيأهلوش انه باش تكون عنده صحه مزيانه. وكاين اللي كيتزاد في رمضان. يعني باش تعرف بان راه الماكله صحيه، واصلا الهدف من الصيام هو تكون عندك ذات صحيه. يعني الا فكرتي بهذه الطريقه هذه، واخا انا عارف بان كاينين بزاف ديال الناس اللي ما غاديش ماشي ما غاديش ترد البال، واخا تعطيها نصائح، واخا غدير لها كذا، واخا تعاونها باش انها تفهم بانها علاش وعلاش، راه صعيب باش انك تغلب في الغرائز اللي عندك اللي هي اكبر غريزه اللي هي الماكله. يعني خصك تحاول ما امكن انك تكون عندك واحد الحاجه، تعرف بان الصيام هو اهم حاجه للصحه ديالك. لان الله سبحانه وتعالى اكثر حاجه كيبغيها فينا ولا مثلا عاطيها لنا هي يشوفنا حنا على خير وبصحه مزيانه. يعني الا فكرتي بهذه الطريقه تحاول ما امكن تنقص ولا دير واحد الريجيم اللي يصالح لك. وكاينين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا ما قادينش انهم يحبسوا الماكله ولا الغريزه ديالهم غير صحيه، اللي في الماكله غير صحيه، فوا كيمرض ولا كيوقع له كيمشي عند الطبيب كيقول له ما تقطع هذه، كيقطعها لانه هو كيشوف راسو صحته اهم من ولكن فوقاش حتى حتى كيضرها. يعني اللهم انك تبدا من دابا وتحاول تحافظ على الصحه ديالك، وتحاول انك تعطيها واحد الماكله اللي تكون صحيه، وسيرتو في هذا الوقت هذا وسيرتو في هذا الصيام. وانك تريني الا ترينيتي مزجتي بين الصيام والونطريما غتخرج بواحد النتيجه اللي زوينه، وتقدر تشجع باش انك تقاد البروغرام ديال حياتك كامله. لانه كيبدا من اصغر حاجه لاكبر حاجه، يعني من الماكله، من الصحه ديالك اللي هي اللي كتعطينا واحد القوه باش نديرو بزاف ديال لي زيفور في حياتنا اليوميه. وكنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه باش تعمل فائده
ولا ما عجبتكمش اي هضره قلتها وجاتكم متناقضه، يكتب لي في الكومنت على اي حاجه ما جاتوش ماشي هي هذيك. وتحياتي ليكم وشكرا، كان معكم خوكم طارق. وكنتمنى اي واحد تكون عنده صحه مزيانه، وتحياتي ليكم.